العروسة هنا اهي. الناس هنا قد كده. ناري لاห้างناريห้างผลิตนะشوية المدرسة بتاعتي من ساعة لما أنا كنت في كيجي.ส่วนของที่จะเดินทางมาก็เชิญนะครับรบกวนรับประทานอาหารก่อนแล้วก็เราก็ทีมงานรวมกันทวินิตนะครับไม่ใช่จะลงใช้พัฒน์ที่ถูกของพัฒน์ด้วยของพัฒน์นี่เลยสามสุดานะครับพนักงานเต็มเลยครับพนักงานเต็มแล้วครับรบกวนนะครับเข้าบ้านด้านนี้เลยนะฮะบ้านประจำมีนะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่แล้วก็มีคนที่บ้านประจำมีเลยนะครับแต่ก่อนมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาตามทันสมัยตามแบบนี้เสริมใครได้ก็เสริมเลยครับอย่าพูดว่าใครไม่อยากเดินไกลครับไม่อยากเดินไกลเข้าบ้านนี้เลยครับบ้านนี้เลยครับมือนะฮะนี่ครับตรงนี้เลยนะตรงนั้นโพเล็กเนี่ยครับเราเชิญครับมาพี่ครับอิหม่ามมีก็แต่ภาษาเป็นอิหม่ามเป็นอิหม่ามนะพ่อเจ้าสาวอีกนี่นะครับยอดเจ้าสาว دوت أبو العروسة รู้แล้วสาวไม่พุ่งมาโดจะมาโดดูชายแต่دوت أبو البابي بتاع العروسة. ไม่ได้ครับของหน้ากล้องอ๋อได้แมววิ่งเข้ามาด้วยจะลายด้วยدوت بابي بتاع العروسة. صور أكلات. تعال نشوف الأكلات. بابي بيقول لي تعال صور الأكلات. هنا الأكلات.แต่ก่อนเขาจะถ่ายที่บ้านเขาก็เลี้ยงที่บ้านแต่ที่บ้านมันจะแคบก็เลยต้องทำตัวนี้المفروض اللي بيجي بيقعدوا وبيبقى فيه بقى ناس بتيجي تحط الاكل كده يعني وبعدها بيروحوا يصوروا مع العريس والعروسه. هو دوت الاكل الشعريه بالخلطه ودوت مثلا อันนี้มาสมัครไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวกันแล้วครับเลยข้าวรอมาด้วยนะจ้ามึงดีครับได้ครับข้าวสดفي خلطةนี่ไงเมื่อกี้ في سمك بلة โอ้ดีครับ حلويات هناك كمان
المحلات اللي هي التايلانديه. هذه حلويات. كلنا خلصنا وجايين نتصور مع العريس والعروس.พี่ถ่ายเลยก็มันแน่นอย่างเงี้ยจะให้พ่อถ่ายพ่อไปโยนให้เราสักที هذا صورنا مع العريس والعروسة من شوية وأهو هدايا هدايا احنا راجعين بيفرقوا هدايا كمان. انا ما عرفت ده عسل.พึ่งสารอะไรได้ عسل 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 عسل. انكل كان بيسألني العسل بالعربي يعني قلت له عسل. رايحين على المسجد دلوقتي. وطعمه حلو العسل دوت عجبني. حلو. الهواء حلو دلوقتي. لما المطر هنا الهواء كله بيبقى حلو عشان معظم كله زرع وميه وكده، بس كل المطر كتير ممكن يجي فيضان. هنا بيجي فيضان بسهوله لو المطر مطرت، عشان هنا المحافظه ديت حوالينا كلها ميه. حتى بصوا في كل مكان فيه ميه. لو شفتوا الخريطة اللي هي بتاعت المحافظة يعني هتلاقي المحافظة في النص ومية حوالينها. مفيش شفاط هنا اللي بيشفط المية. في هناك تاني واحد. والمفروض لو انا مش غلط يعني ديت بيستخدموها ميه اللي هي بيستخدموها الحموم وكده، يعني بيشفطوا من هنا يطلعوها هنا، ودي بتدخل على البيوت المفروض لو انا مش غلط يعني. هم عندهم طريقه بعديها بيخلوها ما فيهاش طينه كده يعني. وفي ساعات اللي هو بيبقى عنده مزرعه زي الناحيه التانيه كده، زرع رز كده زي الناحيه التانيه كده اهو، بيشفط من هنا من المكان دوت، يشفط الميه على الناحيه التانيه يعني مثلا لو هنا وهنا زارع بيشفط الميه على هنا يحطها على هنا يعني في الزرع بتاعه، عشان الرز بيستخدم ميه كتير اوي.
هو اللي بيبقى عنده مزرعة وعنده مكان فيه مية كده يبقى حلو أوي، عشان في المية فيه سمك وفي المزرعة فيه رز، يعني لما يجوع يروح ياخد رز ويجي يصطاد سمك ياكل. وفي هناك بيربوا بط وبيربوا فراخ وبقر وكده يعني. عربية هناك يلا طالعين وراجعين بقى. هو اللي بيتجوزوا في تايلاند العريس صحابه واهله يعني كده المفروض بياخدوه من بيته لبيت العروسة، وبيزغرطوا وبيطبلوا وكده يعني. وبصحابه مثلا كده اللي بيعرف يعمل اكل بيساعدوه في الاكل، يعملوا اكل يعني، يساعدوه في الطبيخ وكده. اسمه ده اللي عنده ناس يعرف ناس بيجيب الناس عنده، وبيجيبوا هدايا وكده يعني. اللي ما معهوش هدايا بيحطوا في ظرف فلوس ويدوا له يعني دوت، يساعدوه في اسمه ده حق الحفلة، حق الاكل كده يعني. بس بس هنا يعني طبعا عشان كان بيت العريس والعروسة المسافة بعيدة، فركبنا العربية رحنا على المسجد الأول، بعدها مشينا لحد بيت العروسة. بس كان المفروض يعني ناخد العريس ونمشي مشي يعني لحد بيت العروسة، ونقعد نغني اسمه ده يعني نشيد دينية بنقولها. أنا عايز أشكركم جدا على الكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوه لي، المهم تقرا لي وبتقول لي يعني. بس أنا مش بعرف أرد عليكم عشان أنا مش بعرف أكتب عربي بس أنا هرد عليكم في الفيديو واقول لكم جزاك الله خيرا. انا عندي قناه اتمنى ان انتوا تروحوا تشتركوا فيها، بس انا مش منزل فيها فيديو لسه، هنزل بعدين عشان دلوقتي بساعد مامي يعني عشان قناتها فيها ربح، وبساعدها عشان المدارس داخله وكده يعني، حق الكتب والحاجات دي يعني. بس انا هنزل برضو على القناه بتاعتي فيديوهات، بتدخلوا شوفوها عشان يكمل 4000 ساعه اللي هم شروط اليوتيوب. بشكركم للمره التانية، جزاك الله خيرا.